طلع اعتذر وقال لك انا اسف، انا كنت متضايق. فحاسه ان العصبيه في محمد رمضان اكتر ولا في احمد العوضي مع انك اشتغلت مع الاثنين؟ لا انا ما شفتش من محمد رمضان كمان مفيش عصبيه. اي حاجه. ما انا بصوا يا جماعه، انا لما بتكلم على واحد او على ممثل او على نجم بتكلم على اللي انا عشت معاه فيه. شغاله معاه فيه اللي بره بقى ده انا هحكم في عليه السلوكيات. ليه واحكم عليه ازاي؟ انا بحكم على تصرفاتهم معانا بس مش بس معايا. يعني هو كان بيعملنا مثلا لما كان في مشهد محمد رمضان كان بيعمله ان هو كان بيعيط بجد وحاسس ان احنا صعبان عليه، ان احنا المفروض امهاته انا واحلام الجريت لي وبتاع. ده وبعدين مسلسل إيه؟ بعد ما خلص ايه ده كان مسلسل برنس. ايوه. فبعد ما خلص حتى كان بيعيط بجد. وبعدين ف يعني لو هو بقى زي ما هم بيقولوا عليه ان هو متكبر ولا بتاع، سالنا بيقول لنا طب انتوا حسيتوا بيا وبتاع، قلنا له احنا عيطنا على عياطك. فيعني هو راخر ممثل. يعني احنا بنبقى لبعض اول جمهور، احنا الفنيين اول جمهور لينا، الممثلين زملائنا احنا مع بعضينا كلنا كده اول جمهور مننا فينا. بنحس بعض، بنحس انه مهما لازم يكون في ألفة بينكم عشان لا العمل يطلع بنحس بشكل كويس. مثلا اللي قدامه انه عمل مشهد حلو، ما احنا بنجر بعض المشاهد الحلوه. يعني لما واحد بيبقى كويس انا ما يسعدنيش ان انا ابقى كويسه واللي قدامي مش كويس.